مش صعبة خالص إن عامةً تبقي intégrée في مدينة زي باريس. بقى لي 2.5 سنين في فرنسا. 11 سنة. بقالي في فرنسا 7 سنين. 12 سنة. باي. عايش في تولوز. عايشة في باريس. أنا ساكن في كاب داجد جنب مونبلييه. بشتغل في فينانس دو مارشي بقالي 9 سنين وحاليا في لندن ستوك ماركت. فتقدري تقولي إن أنا communication and art manager. بشتغل بزنس ديفلوبر في واحدة من أكبر الأكاديميز بتاعة التنس في فرنسا. بشتغل في البيج داتا والترانسفورماسيون ديجيتال. بشتغل في كونسلتنت في ايربوس. ادهم الشرقاوي اخويا. نادين احنا كنا نعرف بعض من المدرسه، كنا صحاب بعض في نفس الجروب. وحسين اتعرفنا عليه في فرنسا لما كنا في الاسوسياسيون بتاعت المصريين في فرنسا. حياة دايناميك سريعة بس very interesting وكلها ثقافة وفن وجمال، فمبسوطة. حياتي في فرنسا أنا مرتبط جدا بتولوز. أنا جيت تولوز بعد المدرسة على طول، كان عندي 18 سنة. عشت في تولوز فترة الجامعة كلها. اشتغلت في تولوز، عملت الماستر بتاعتي في تولوز، اتعرفت على مراتي في تولوز، جبنا أولاد في تولوز. أنا أولادي تولوزين جدا. يعني من اول يوم كنت بحاول مش بس ابقى مع كوميونتي العرب او المصريين، كنت بحاول ابقى على قد ما اقدر انتجري في حاجات كتير. ومن اول يوم اتمرنت في انديه كان المدربين فرنساويين احسن مدربين بيقولوا لي تعالى واتمرن. فعمري ما حسيت باي حاجه ريليتد ديسكريميناسيون او اي حاجه ريليتد اللي انا اوتسايدر او وانا كمان عايشه في باريس، فالموضوع مش صعب قوي لان في ناس من جميع البلاد في باريس. فلا بالعكس ما كانش صعب خالص، في كل حاجه، في يعني مش صعب خالص ان عامه تبقي انتجري في مدينه زي باريس. اعتقد ممكن الحاجه اللي ساعدتني شويه ان انا كنت في مصر في الباك فرنسي، فاعتقد ده ساعدني جدا، شال من عليا حتى عبء الدراسه وخلاني ابقى مستريح شويه عشان اقدر اعمل حاجات تانية. ما كانش صعب، أنا كنت في مدرسة فرانكوفون، فكنا على طول في تواصل زي ما كنت قلت. جينا فرنسا كذا مرة مع مدرسة، كان في مدرسين فرنساويين، فما كانش موضوع صعب.